بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا أهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر أحمد. يلا كده يا أهلاوية، عاوزين نوصل ل5000 مشتركين. النهارده طبعا في آخر ماتش الأهلي في البطولة مع بورتو. طبعا أهلي بورتو كل واحد عنده نقطة واحدة. طبعا الاتنين عندهم أمل، بس أمل ضعيف جدا جدا جدا. فأنا شايف الماتش ده أصلا ده يبقى تحصيل حاصل ملوش لازمة يعني كده كده بالمنص حتى لو كسب ممكن يتعادلوا. ما يتعبوش نفسهم يجدوا نفسهم، يعني يتعادلوا 1-1 أو أيا يمكن النتيجة. ممكن كده يبقى الاتنين واصلين. فيعني كده كده بنسبة كبيرة بالميراس وانتر ميامي هم اللي هيوصلوا الدور ال16. لكن الاهلي بيلعب على الامل ان هو يكسب بفرق هدفين، ومع المدرب طبعا مستحيل، طبعا المدرب فاشل فاشل فاشل. تاني حاجة ان بالميراس يكسب بورتو انتر ميامي فرق 3 اهداف، فرق هدفين. فطبعا الماتش هيبقى صعب جدا طبعا، يعني فانت بيلعب على ملعبه وفي وسط جمهوره. فالموضوع صعب جدا جدا جدا، يعني حتى لو انتر ميامي كسب خلاص يبقى بالميراس وانتر ميامي مرقص له، عشان انت بالميراس كسب الاهلي 2-0. فطبعا الموضوع صعب جدا مع الاهلي. احنا كنا متوقعين بصراحه بطوله افضل من كده من الاهلي جاب لعبه كويسه وجاب لعبه كويسه جدا جدا جدا. بس المدرب للاسف ما عرفش يتعامل معاهم. المدرب شخصيته شكله ضعيفه، مش قوي، ما بي مش متحمس، واقف على الخط كده. تحس ان هو فاهم، مبيعملش حاجه، فاهم، ولا بيتكلم مع اللعيبه ولا بيعمل حاجه خالص، ولا بيدي تعليمات ولا حاجه خالص. يعني انت لو كنا ندوا ل عماد النحاس البطولة دي، كان ممكن يعمل شغل أحسن من كده. لكن قدر الله ما شاء فعل. الأهلي خسرنا بسرعة في البطولة دي، يعني كان دول أول بطولة وأنت لسه جبتش فيها جون. فالموضوع صعب جدا علينا طبعا، مش متعودين كده من الأهلي. لكن أنت معاك مدرب أساسا مش عارف يقرا الفريق، ولا عارف يقرا ماتش، ولا عارف يغير، ولا يعمل أي حاجة خالص. مدرب على قده بصراحة، يعني ما كانش ينفع الأهلي. حتى لو بإذن الله إن شاء الله الأهلي لو كمل، وده طبعا أمر ضعيف جدا 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 جدا. المدرب ده ما كملش، يعني بعد كأس العالم سواء وصلنا ل 16 ما وصلناش ل 16، المدرب ده كده شكرا ليك جدا جدا، وما رجعش مصر، يعني فاهم، من هناك فاهم، يقول له معلش يا عم ريفيرو، ده انت ولا ريفيرو، مع السلامة، شكرا ليك جدا جدا جدا، فضحتنا في كأس العالم للأندية وشكرا ليك. يعني انت حتى في ماتشين اللي فاتوا انت ما فيش جملة تكتيكية معمولة، ما فيش يعني فاهم بصمة تحس ان هو الراجل ده موجود. اللعيبة دي بتلعب فاهم اللي هو الاسلوب الاهلي، انت ما عملتش حاجة اساسا يعني في ماتش اللي فات بتاع بالميراس، الفاول اللي زيزو لعبه مفيش جملة تتلعب. اتعملت وحشة من زيزو، اتقطعت، واحد هجمة علينا بنص الملعب، انفراد من نص الملعب، يعني فاهم يعني، ولا في حتى مين يقف في الدفاع ورا لما تكون الكورة قدام. مفيش حتى حمد هاني بيجري على الواد شايف الحق. فحاجة صعبة جدا جدا بصراحة، يعني مع المدرب ده يعني بصراحة يعني. يلا معلش، يلا خلينا بنتعلم من أخطائنا. فأتوقع تشكيل كده مع بعضينا. التشكيلة يكون محمد الشناوي، أحمد كوكا، محمد هاني، العش، أشرف داري. نص الملعب ديانج، حمدي فتحي، محمد برمضان، وقدام أشرف بن شرقي وزيزو ووسام أبو علي. طبعا احنا عارفين ياسر مصاب، ومروان عطية عنده انذارين فمش هيلعبوا الماتش النهاردة. وإمام برضه فرق معانا في البلد يا جماعة والله، يعني إمام لو كان موجود كان ممكن، يعني هو اللي فعلا كان بيعمل حس السنة دي بصراحة يعني. لكن للأسف إمام مصاب في أول 10 دقايق من البطولة، فحظنا وحظه وحش جدا جدا جدا. ف الله واحد متضايق بيتكلم في الموضوع زي كده. انت خلاص عارف انت اخر ماتش في البطوله في البطوله كاس العالم للانديه، فالموضوع صعب. احنا كنا عندنا امل نوصل حتى دور 16، فاهم، وانت عملت انجاز تاريخي، اول بطوله تتلعب في امريكا وبتاع مش عارف ايه، فاهم. لكن يلا الحمد لله. انا اهم حاجه بس يجيب جون في البطوله دي، يعني ما يطلعش كده اصفر خالص، يعني فاهم، انت ما جبتش ولا جون يعني. كل فرقه فاكر له جابت، يعني الراجل كسب، وصن داونز ما شاء الله عمل ماتشة حلوه. آه الوداد برضه كان حظه وحش، فيعني جابوا على الأقل جابوا جوان في كأس العالم للأندية، لكن أنت ما جبتش ولا جول لسه، مفيش حد فيهم فتح جوان غير برشلونة جابه في نفسه يعني. فالموضوع صعب أوي 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 بصراحة، ولسه هنستنى 4 سنين تاني بقى عشان تاخد أفريقيا وتوصل تاني كأس العالم للأندية. موضوع طويل 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 جدا يعني. بس كده المفروض الأهلي بقى يعمل شكر لحمدي فتحي، ولا شكرا لحمدي فتحي والله أنت جيت ما عملتناش حاجة ولا شفناك، أنا كان عندي دنيا أحسن من حمدي فتحي والله. ولا ليه لازمة حمدي فتحي بصراحة السنة دي خلاص مع الأهلي، ولا عمل أي حاجة، ولا حتى حاجة فتحي احنا عاوزينه يعني فاهم. لكن يلا معلش، حظنا وحش في البطولة دي.
ربنا يخلف اللي جاي، بس أهم حاجة المدرب ما يكملش معانا حتى لو كويس، حتى لو هو جايب 50 بطولة لفريق جنوب أفريقي. فاحنا مش محتاجين خلاص، احنا عايزين مدرب تاني يكون شخصيته قوية، يعرف يتعامل مع اللعيبة، يعرف يقعد اللعيبة، يعرف يتحكم في اللعيبة. لكن مدرب كشخصية هذا ما لا ينفعنا خالص 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 خالص. فده تشكيل متوقع للأهلي النهاردة إن شاء الله. نتوقع نتيجة يا رب، يعني حتى نعمل اللي علينا ونسيب بقى الباقي بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى. نكسب فرق 2، نكسب 2-0، نكسب 3-1، علشان خاطر لو إن شاء الله بالمرة عمل نتيجة كويسة وكسب مثلا دور انتر ميامي 3-0 3-1، يبقى احنا هنوصل إن شاء الله مكان انتر ميامي. يعني ماتش، يعني بص يعني 90% لأ، 10% لأ، 90%، 99% لأ، 1%. فاحنا اللي عملنا كده في نفسنا من الاول خالص. احنا اللي كنا كسبنا الماتش انتر ميامي كده، دلوقتي لو كسبنا كنا وصلنا، ممكن وصلنا الماتش اي حد. لكن انت ضيعت فوز جدا في انتر ميامي. فاحنا اللي عملنا كده في نفسنا، فما نلومش الا لنفسنا يعني. فالموضوع صعب جدا 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 يا جماعة. فده كان كل حاجة النهاردة على ماتش النهاردة، وبعد الماتش إن شاء الله بقى نتكلم ونشوف اللي حصل، واحنا فوزنا ولا مفوزناش، جبنا ولا ما جبناش. هنتكلم في كل حاجة إن شاء الله يا أهلاوي. يلا السلام عليكم يا أهلاوي.